بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف نقوم بشرح طريقتي في تنظيف القفص، أو بالأحرى طريقتي في القضاء على فش متواجد في عش البادجي أو الكناري. وبما أنني أحضرت قفص عش البادجي، سأتكلم عن بصفة خاصة عن البادجي. أولا قبل كل شيء لابد من إزالة هذا الجزء، وإن كان عندك الطيور حاول أن تزيله بسرعة. ثم سنقوم بتنظيف هذا الجزء. أولا نقوم بتنظيف هذه الأسلاك تنظيفا جيدا. نحاول أن نزيل كل براز الطيور أجلكم الله من حول هذه الأسلاك جيدا. بعد ذلك نقوم بتنظيف أرضية القفص نفس الطريقة التي قمنا بتنظيفها الأسلاك. من تنظيف جيد. ثم نقوم بتنظيف هذه الأخيرة نفس الطريقة. نحاول أن نزيل جميع الأوساخ والريش وكذلك براز الطيور جميعها بهذه الطريقة. بعد ذلك نقوم بغسل كل من الأرضية التي بالسلاكة، ثم الأرضية بالبلاستيك، وكذلك الأرضية الأخرى التي بالبلاستيك. نقوم بغسلها بالماء الساخن وكذلك القليل من المنظفات الموجودة في المنزل. إذا أنا سأنظفها ثم أعود إليكم.
وعدنا إليكم أحبابي الكرام. الآن سنقوم بإزالة الماء المتبقي في أرضية البلاستيك بمسحها جيدا. مسح الأرضية الأخرى جيدا هكذا. هذه الطريقة وطريقة أخرى يمكن تعرضها إلى الشمس. أنا أحب هذه الطريقة. الآن بعد أن أصبح نظيفا نقوم بوضع هذه الأرضية. بخصوص القفص، إذا كان هناك عندك زوجين زوجين لم تبيض بعد، يمكن إزالة الزوجين وأن تضعهما في قفص آخر، ثم تقوم بتنظيف هذا القفص. هذه في حالة عدم هناك وجود أي أولاد وعدم وجود البيض. لكن في حالة وجود البيض يمكن تنظيف القفص من السطح، من فوق فقط هكذا جيدا، هكذا جيدا. بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى المرحلة المهمة، التي كيف نحمي بها أقفاصنا من طيور الفاش. نقوم برش بعض المنتوجات التي تصلح التي تحاول القضاء على الفاش، مثل هذا المنتوج. نقوم برشه، وإن لم يتواجد هذا المنتوج فقط ضع خل تفاح مع الماء هكذا. ثم نقوم كذلك بوضع بودرة الفاش تكلمت عنها سابقا. على هذا الشكل. ندخل الأرضية البلاستيكية ونضع مرة أخرى بودرة الفاش. الأرضية على شكل أسلاك. بعد ذلك نقوم برش بعض كما قلت خل التفاح أو عند يمكن، وإن أمكنك الحصول على هذه القنينة التي تساعد في القضاء على الفاش كذلك جيد جدا. ثم نقوم بإرجاع القفص كما كان. هذا هو الشكل الأخير. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك، وإن كنت غير مشترك فاشترك في قناتنا وانضم إلى عائلتنا في رعاية الله.